السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة بحكي عن نجاتي من القتل بحمد الله وفضله. خلوا بال حضراتكم الناس اللي هتيجي لأمريكا، ان انت لو الاشارة فتحت لك مشاة، يعني انت من حقك كمشاة انك تعدي الشارع، ان في ناس سواقين سيارات غلويين، ممكن حتى لو الاشارة يعني بتقول ان انا من حق اعدي، ما يستنكش انك تعدي، لا ويحاول عن قصد انه يقتلك ويدوسك. وكذلك انت لو بتسوق عربية هتلاقي نفسك بتشارك الشارع مع ناس مجانين ومع ناس مخمورين ومع ناس غلويين في امريكا. فخلي بال خلوا بال حضراتكم ان انت سواء هتسوق عربيتك او كمشاة هتتعرض لمحاولات قتل. فخلي بال حضرتك كويس قوي انت وانت بتعدي الشارع، لان الاشارة قالت مشاة مش كفاية، خليك بتبص يمينك وشمالك وتشوف الوسط المحيط بيك عامل ازاي. فلو لقيت جاي عربية صاحبها جاي بسرعة شديدة بيقرب منك، لا اعمل حسابك انك ايه، تهرب وما تعملش حسابك ان هو هينتظرك، لان في سواقين عربيات غلويين وفي مجرمين وفي ناس هاربين من العدالة الى اخره كتير جدا جدا. فخلي بالك من حياتك وشيل من دماغك خرافات اليوتيوبرز اللي حطوا في دماغك ان امريكا دولة متحضرة، وان الجرائم والمخالفات ما بتحصلش فيها، لان ده غير صحيح. عشان كده قناتي طالعة عشان تنقذ وتوعي الناس، وتوعي الناس وتحذرهم من تلك الخرافات اللي هي ممكن تأثر عليهم مستقبلا لو جم أمريكا. فاحذر، خليك ولو انت بتسوق بص على الوسط المحيط كويس، ما تجيش تشعر بالارتياح وتقول بنغمة صوت تعظيمية دي أمريكا لا يمكن تحصل فيها حاجة غلط. لا يا أخي، خلي بالك سواء أنت مشاه بتعدي الشارع أو واحد بتسوق سيارتك، في اللي هيحاول يقتلك حتى لو ما يعرفكش وحتى لو ما فيش مشكلة بينك وبينه. نعم، في ناس غلويين يا إخوة في أمريكا، وعايزين يقتلوا الناس لأن هو في غل جواه. والبعض ممكن كان إنسان طبيعي بس مر بضغوط نفسية أو ظروف خلته اتغير وبقى واحد ناقم على المجتمع وعايز يقتل الناس اللي حواليه. بتحصل في أمريكا، نعم بتحصل في أمريكا، خاصة إن الناس في أمريكا بتتعرض لضغوط، سواء ضغوط بسبب غلاء المعيشة، ضغوط بسبب لأسباب تانية كتيرة. طبعا مش عايز أطول عليكم الفيديو. أنا النهاردة الحمد لله نجيت من محاولة القتل. عربية جاية بسرعة، قمت أنا رجعت للرصيف بسرعة تاني وما حاولتش أعدي الشارع رغم أن الإشارة قالت لي عدي الشارع، بس أنا ما استنيت لما العربية دي اللي بيسوقها يعدي عشان أنجو، لأن أنا في الأول والأخير أنا لحم ومش هقدر إن أنا أصمد قدام عربية حديد وموتور وكده يعني. وطبعا أنا نفسي اللي بحذركم، ما بقول لكمش إن أنا مستقبلا هكون آمن من غدر أو من قتل أو من أي مصيبة. أنا إن كنت نجيت النهاردة فالفضل لله وحده، والحمد لله الذي نجاني من القتل. أشكره وأطلب منكم الدعوات دائما وأبدا
وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.